لما بنيجي نشوف بطولة الدوري اللي ابتدت سنة 1948 هنلاقي إن أول 9 نسخ خدهم الأهلي، وطبعا أغلب الغير أهلاوية مقتنعين إن الأهلي خد البطولات دي بالمجاملات والحكام والفساد وكابتن عبده البقال وخلافه. لا هنغلط يابا. وهنا أنا هتكلم معاك بشكل عملي وعلمي. الأهلي منذ نشأته لحد سنة 60 يعني تقريبا خلال 53 سنة حكموا 6 رؤساء فقط ب7 فترات رئاسيه، وخلال الفتره دي كل رئيس حكم الاهلي ضاف له شيء ملموس، مثلا اللي ساهم في بناء النادي او اللي طور النادي اجتماعيا او اللي زود فرع للنادي، وفي اللي عمل قانون الاهلي. طب عارف ايه العامل المشترك في ال6 رؤساء؟ ان اغلب اللي مسك النادي كانوا ناس جايه تدير وتشتغل، مش مجرد منصب شرفي. وضيف على كده اهم نقطه ان كان ليهم نفوذ في البلد تقدر تسهل اعمال اداريه كتير جوه النادي. على سبيل المثال اول رئيس كان انجليزي وقريب من الملك والانجليز، واللي مسك بعده عزيز عزت باشا، ثم عبد الخالق ثروت رئيس وزراء مصر، وبعده جعفر والي باشا اللي هو اول رئيس الاتحاد المصري اصلا. فبالتالي بجانب اللي ماسك هو كادر اداري محترم، لا كمان له نفوذ وسلطه تقدر تخدم على النادي. اما الناحيه الثانيه